لو ولادك بقى ما بيحبوش السبانخ يبقى الوصفة دي ليكي. هنعمل مع بعض النهاردة صينية مكرونة بالسبانخ والفراخ، طعمها خطير. وهنعمل كمان سلطة حلوة جدا هتتقدم معاها. لو عاوزة بقى تشوفي كل وصفاتنا القمر دي كملي بقى معايا الفيديو. ولو أول مرة تشوفيني أنا ميادة ودي قناتي، أتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه بقى نبدا بيها، جبت نص كيلو من صدور الفراخ، جبتها وقطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نقعتها في دقيق وملح وليمون وغسلتها كويس قوي. سبتها لمده نص ساعه وبعد كده شطفتها وسبتها تتصفى وعصرت عليها نص ليمونه. جبت بقى صينيه وحطيت فيها معلقه من السمن البلدي، تقدري تحطي عادي معلقه من الزيت مفيش مشكله. وبدات انزل بقى بالفراخ كده وشوحتها، وحطيت معايا 3 ورقات من ورق اللورا. اول ما تبدا تاخد لون بالشكل ده هبدا انزل بنص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعايا هنا فصين من الثوم. اول ما ابدا بقى اشم ريحه الثوم كده وريحته تظهر مع الفراخ هبدا انزل ببصله صغيره مفرومه واشوحهم كده مع بعض. بعد كده هنزل هنا بكوبايه ونص من السبانخ، جبت السبانخ طبعا وغسلتها وقطعتها وبعد كده حطيتها على الفراخ. هبدا بقى اشوح فيهم كده وبعد كده انزل بنص كوبايه من الميه. اول ما تبدا كده الفراخ تتشرب الميه، معايا هنا معلقه كبيره من الجبنه الكريمي، ومعايا كمان شريحه من الجبنه الرومي. شوحهم كده مع بعض. ومعايا هنا بقى معلقتين كبار من القشطه، تقدري تستخدمي نص كوبايه من الكريمه بديل للقشطه مفيش مشكله. هنا كده خلاص خلطه الفراخ كانت جاهزه معانا، هركنها بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل البشاميل. معايا هنا كيلو من الحليب، نزلت عليه بمعلقه كبيره من السمنه ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين كبار من القشطه. لو عندك وش لبن تقدري تستخدميها مفيش مشكلة. ومعايا هنا معلقتين ونص كبار من الدقيق، دوبتهم في نص كوباية من المية ونزلت على اللبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا عايزة النهاردة البشاميل بتاعنا يبقى خفيف، انا مش عايزاه يبقى تقيل. علشان الوصفة بتاعتنا المفروض ان البشاميل يبقى خفيف زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل ده. عشان كده انا ما زودتش نسبة الدقيق، حطيت بس معلقتين ونص كبار على كيلو الحليب. هنا كده خلاص البشاميل بتاعنا كان جاهز معانا، هنركنه بقى على جنب. معايا هنا بقى حلة هحط فيها معلقة كبيرة من الملح، وطبعا المية عشان نسلق المكرونة. النهاردة المكرونة بتاعتنا هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش هعملها اقلام النهاردة، لو عايزة تعمليها اقلام مفيش مشكلة خالص. احطها بقى لمدة حوالي 10 دقايق كده تتسلق، وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخدها بقى اصفيها، وانا ما بحطلهاش ميه على فكره، بعد ما بصفيها بس كده وخلاص. هنا كده خلاص بعد ما صفيت المكرونه نزلت عليها بنص كميه البشاميل واقلبهم كده كويس كده مع بعض. وهبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي وابدا بقى اعمل طبقات المكرونه. حطيت شويه من المكرونه وبعد كده نزلت بقى بكميه الفراخ كلها، اوزعها بقى كويس. وبعد كده احط بقى اي نوع جبنه عندك، عايزه تحطي شيدر، عايزه تحطي موتزاريلا، عايزه تحطي رومي، براحتك. دي بقى حاجه ترجع لك انت. وابدا بقى احط بقى باقي المكرونه. وبعد كده انزل بقى بكميه البشاميل المتبقيه. في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. هحط المكرونه في الرف الاخير خالص. انا ما بسيبش على فكره المكرونه كتير في الفرن، انا مجرد بس ان هي تغلي من تحت. بعد كده بقفل النار من تحت واشغل عليها الشوايه، زودت لها شويه كده من الجبن وندخلها بقى الفرن. تعالوا بقى في الوقت ده بقى نعمل السلطه. معايا هنا كوبايه من الزبادي صغيره ونص كوبايه من المايونيز، اقلبهم كويس قوي كده مع بعض لعند ما يبقوا ناعمين جدا. ومعايا هنا خيارتين مقطعاهم شرايح، وبصلة صغيرة برضو مقطعاها جوانح بالشكل ده. ومعايا نص كوباية من الذرة الصفراء بتجيبيها من أي سوبر ماركت. ومعايا كمان فص من الثوم ومعلقتين كبار من الشبت. وكمان معلقة صغيرة من النعناع الأخضر، لو عندك طبعا مجفف يبقى أفضل كتير. هقلب كل ده كده مع بعض كده وابدا كده افضيه كده في طبق التقديم. مش قادره اقول لك السلطه دي خطيره خطيره خطيره. هنا المكرونه بقى كانت خرجت معانا، عايزه اوريها لكم بقى من جوه. مش قادره اقول لكم جوسي وطعمها خطير. وولادك لو ما بيحبوش السبانخ صدقيني والله ما هيعرفوا انها فيها سبانخ اصلا. يا ريت بقى لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وما تنسيش تشتركي في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنيني بفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.